والله هاي البنت عم تشتغل كل شيء بايدها لتوفر. صراحه هذا الموضوع ما مضايقني لانه انا ما بحس التوفير عيب، بس حسيت كثير في ناس شايفه انه التوفير عيب. انا عامله تلبيسه المحابس بيوم 10 الشهر، يعني انا خطبتي الاساسيه الحفله اللي الكل معزوم عليها وهيك رح تكون ب 12. اما تلبيسه المحابس وهي القصص رح يكون ب 10 ورح يكون بالبيت ورح يكون مينلي اهلي واهله وجدا رقم قليل من اصدقائنا. الحفله اللي ب 12 رح تكون في ايفنت بلانر عم تشتغل على كل شيء اكيد، لانه انا ما رح اكون يعني انا مشغوله. تعليقات انه ملكه التوفير وما بعرف شو. لا انا حسيت اني يعني وضعي منيح ومرتاحه وكل شيء ومش محتاجه اني اوفر، بس حسيت انه نحن صرنا بزمن صار عيب الشخص يوفر. اعتبروني انا عم بوفر. طب ليش عيب؟ طب ليه تعودنا نشوف الاعراس وما بعرف شو كلها بعزقه وكلها الماسات وانا الماستي اكبر من الماستي، نسينا شو هو المعنى الحقيقي بهدول الاحتفالات وبهدول المناسبات وبالحياه ان جنرال. انا من النوع الناس اللي حتى لو مين ما اخذت وقد ما يكون غني وقد ما يكون كذا، انا ان جنرال ما عندي بعزقه. لو بحس الطلعه بتحلو مع الناس والجمعه، مش وين رايحين وشو صرفنا وشو عملنا. بحس الحياه ابسط من هيك بكثير. بهيك قصص رايي جدا يعني واضح بموضوع انه لا بحب استثمر بشيء. يعني انا قصص بحبها انه ما بحب اعيش ببيت اجار، ما بحب اعيش ببيت كذا، انه اكيد بشتغل على حالي قد ما بقدر لانه اوصل لشيء احسن واحسن دائما. انه مش عيب الواحد يعيش ببيت اجار، بس انا بقول انه اذا الواحد فور اكزامبل بدل ما يدفع زياده لتسي 10000 دولار او 20000 دولار بس ليزيد 500 600 ورده بعرسه او بخطبته، لا يحطهم على جنب ويستثمر فيهم لشيء احسن وافضل. صراحه هدول التعليقات ما ضايقوني، بس اللي ضايقني انه صار التوفير عيب، وانا انه بنظري بالعكس بحس البنت ذكيه لما توفر. بحس نياله الشاب اللي عنده بنت بالبيت بتوفر. انه انا بتعلم من امي، يعني بتعلم من ماما قديش هي بتسند بابا، قديش هي قديره وجبيره وكل شيء. انه نحن صرنا بزمن انه بطل القصص الكيوت والمهضومه والعشره والناس والكذا تهمنا، صارت بس كلها مظاهر، صارت كلها كذا. فضايقت لانه انا مش انسان هيك. يعني انا بهمني تيجي الضيوف وتاكل وتستمتع وترقص وتساوي وكذا اكثر ما انه تقول اف شو مكلفه على الورد. alright خلصت gorgeous، بس يكونوا مسكرين.